المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإريترية ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تنظيم أنشطة تشجير بمناسبة يوم الشهداء. شباب الجبهة في واو بجنوب السودان يعقد مؤتمره الأول. اختتام مهرجان طلاب كلية التجارة والعلوم الاجتماعية. الصومال وأربعة الدول تفوز بعضوية مجلس الأمن. الاتفاق على مشروع الإسكاك الحديد بين الصين وقرقيزستان وأوزبكستان. والبنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت سلطة الغابات والحياة البرية القيام ببرامج تشجير من 10 وحتى 20 من يونيو بمناسبة يوم الشهداء، وتدعو السلطة مشاركة الإدارات وقيادة قوات الدفاع ودور العبادة والمؤسسات والأفراد والتعطيرات الأخرى والشركاء في أعمال التدريج وإعداد الحفر والتشجير ومتابعة الجهات الإدارية عملية التنفيذ. وأوضحت سلطة الغابات والحياة البرية بأن مهام حماية التربة وحفظ المياه والتشجير وإعادة التشجير وتنمية المحميات القروية والوطنية ومكافحة قطع الأشجار توليها الحكومة الأولوية، مناشدة مشاركة جميع قطاعات المجتمع لتنفيذ هذه البرامج والتفاني لإنجاحه. عقد فرع شباب الجبهة في جنوب السودان مؤتمره الأول في الأول من يونيو في مدينة واو والمناطق المحيطة بها تحت شعار أنا الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وفي كلمته التي ألقاها في المؤتمر ذكر السفير يوهانس تخلي ميكائيل شباب الجبهة الرابعة الذين ارتدوا رؤية ومبادئ الجبهة العليا التي جعلت النضال الثوري الإريتري ناجحا. ذكرهم بالعمل في انسجام مع الشباب في داخل الوطن الذين يعتبرون ضمان الشعب والوطن، متمنيا لشباب الجبهة الرابعة مؤتمرا ناجحا. وقال رئيس الشؤون الجماهيرية والمجتمعية في جنوب السودان السيد رمضان أحمد دين إن الشباب المقيمين بالخارج انخرطوا في المنظمات الوطنية لإحباط مؤامرات الأعداء وتعزيز الصورة الحقيقية لإريتريا، ودعا إلى تعزيز مبادراتها للحصول على المعرفة والمهن والمهارات التنافسية بما يخدم المصلحة الوطنية. وفي الختام انتخب المجتمعون هيئة تنفيذية وتعهدوا بزيادة مساهمتهم في البرامج الوطنية من خلال تحالف وتنظيم أقوى. اختتم يومي 4 و5 من يونيو مهرجان طلاب كلية الهندسة وعلوم التقنية بمعهد مينفعي 11، وأوضح مسؤولو الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع ساوى ومؤسسة التعليم العالي في المناسبة أن الحدث السنوي يعد مناسبة مهمة للطلاب الشباب لتعزيز وحدتهم وتطوير معارفهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية وتوارث القيم الوطنية. وذكروا تنظيم مسابقات في إطار المهرجان من الأول من أكتوبر 2023 وحتى الأول من يونيو 2024 في التعليم والرياضة والثقافة وعروض الصور والمواد ومنتجات الابتكار والصناعة وعروض الأزياء التراثية والحديثة والألعاب التراثية. وقال عميد كلية العلوم في ماينفع البروفيسور جابراي أدحنوم وعميد كلية الهندسة والتكنولوجيا الدكتور أرأي زرأي إن المهرجان يحتوي على مزايا كثيرة ومتنوعة. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين في المناسبة أن تنظيم المهرجان في أيام الاستقلال يحمل مسؤولية أكبر داعيا لعكس المعرفة المكتسبة في العمل التطبيقي. وفي الختام تم توزيع الكؤوس والميداليات والجوائز النقدية على الفائزين في المسابقات. عقدت هيئة الوزارات في الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط مؤتمرها الرابع يوم 6 من يونيو في قاعة المكتب المركزي للاتحاد. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي أهمية تنظيم المرأة عامة وخاصة تسلحها بالمعرفة المهنية والمؤسساتية. وذكرت مسؤولة الشؤون السياسية والتنظيمية في الفرع السيدة سلومة جبر سلاسي بعد تقديمها توضيحا مفصلا حول تقييم أعضاء الهيئة على مستوى الإقليم
ذكرت بأن المهام المنفذة مرضية داعية لتقوية مساهمة العضوات لنتائج أفضل. وقدمت الهيئة التي عملت ل7 سنوات تقريرها عن الأنشطة المنفذة وجرت انتخابات الهيئة الجديدة المكونة من 9 عضوات للسنوات القادمة. وذكرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخا تسفا ميكائيل في ختام المؤتمر، ذكرت المرأة العاملة في مستوى المسؤولية العامة بما يدعم تفانينهن وعمل الهيئة الجديدة بمسؤولية. وقدمت الشهادات التقدير للهيئة الإدارية التي انتهت فترة عملها. تبرع طلاب كلية التجارة والعلوم الاجتماعية ومدرسة عبد الريح الثانوية بالإضافة إلى موظفي الخدمة المدنية في مدينة عبد الريح ب 637 كيسا من الدم. وبلغت قيمة الدم المتبرع به في الفترة من 27 من مايو إلى 1 من يونيو بلغت 389 كيسا من قبل طلاب كلية التجارة والعلوم الاجتماعية، و193 كيسا من طلاب مدرسة عبد الريح الثانوية، و55 كيسا من قبل موظفي الخدمة المدنية. وقال السيد محاري أبراهام رئيس خدمة التبرع بالدم في بنك الدم الوطني إنه يجب غرس ثقافة التبرع بالدم في المجتمع لإنقاذ الأرواح التي لا يمكن تعويضها بالدم القابل للتعويض، وحث الشباب والطلاب وأفراد المجتمع الآخرين على التبرع بالدم لأنه مهم أيضا لصحة المتبرع. وقال رئيس هيئة المتبرعين بالدم في مدينة عبد الريح السيد كيروس جبر مريم إنه سيتم العمل على إجراء حملة بين الطلاب والشباب للوصول إلى المستوى المطلوب من التبرع بالدم. نظمت دورة تدريبية بتعاون وزارتي الزراعة والثروة البحرية من الأول وحتى 5 من يونيو لسكان قرى قرقرة وإلابة وعد رأسي وتخيتا وعدب زقا في مدينة الدباروة حول فوائد البطاطا الحلوة وأسماك المياه العذبة. وأفاد ممثل الثروة البحرية السيد قرماي سلمون بأن التدريب المقدم لسكان القرى الواقعة حول السدود يساعد في خلق الأرضية للتأطير في جمعيات تعاونية وتنفيذ مهام فاعلة. وذكر زراعة نوعين من أسماك المياه العذبة في 11 سدا في المديرية، وإقامة جمعيات الصيد التعاونية في سدود مسلام وبده ووارسي. وأشارت مسؤولة التدبير المنزلي في مكتب وزارة الزراعة في مدينة الدبار والسيدة سجريدة تقل هيمانوت إلى الفوائد الغذائية للبطاطا الحلوة ودورها المميز في الضمان الغذائي. وأكد مسؤول مكتب الثروة البحرية في الإقليم الجنوبي السيد مكونن قرماي تقديم الدعم والمتابعة في الجهود التي يقوم بها المتدربون. استشهد المنادي الأسقدوم ألم أرون إسبو في 6 من يونيو عن عمر يناهز 78 عاما. انضم المنادي الأسقدوم ألم أرون بصفوف قوات التحرير الشعبية لإريتريا في مارس 1975، وعمل في طب الحزب من رتبة إلى قائد فريق حتى الاستقلال، وبعد الاستقلال وكيل نيابة في وزارة العدل حتى عام 2008، ومن العام 2008 حتى وفاته في المعهد الإريتري للتكنولوجيا وكلية العلوم بمي نفع تم تعيينه رئيسا للفرع، وهو مناضل خدم شعبه ووطنه بتفان. وقد وريت جثمانها الثرى عصر اليوم 7 من يونيو في مقبرة الشهداء في العاصمة أسمرة. وتعرب كلية مي نفع للعلوم عن تعازيها الحارة لعائلة ورفاق وزملاء المنادي الأسقدوم ألم أرون. مشاهدينا الأكارم، فاصل ونعود لنوافيكم بالأنبار الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، فازت الصومال وباكستان والدنمارك واليونان وبنما بمقاعد غير دائمة لعامي 2025 و2026 في مجلس الأمن بعد انتخابات لم تشهد أي منافسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبذلك سيشهد عام 2025 حالة نادرة بوجود دولتين عربيتين هما الصومال والجزائر على مقعدين في المجلس المؤلف من 15 عضوا، بينهم 5 للدول الدائمة العضوية وهي الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا. وتنتخب الجمعية العامة كل عام 5 أعضاء لعضوية غير دائمة تستمر عامين. وسبق للصومال أن خدم في مجلس الأمن مرة واحدة، وباكستان 7 مرات، وبنما 5 مرات، والدنمارك 4 مرات، واليونان مرتين.
وقع وزراء النقل لقرغيزستان والصين وأوزبكستان على اتفاقية حكومية في مشروع السكك الحديد. وقدم رؤساء دول الصين وقرغيزستان وأوزبكستان التهاني بمناسبة التوقيع على اتفاقية حكومية بشأن مشروع السكك الحديد. يجب الذكر أن الاتفاق حول تمويل المشروع الجاري تمت مناقشته منذ وقت طويل، جاء في اجتماع قمة سمرقند لمنظمة شنغهاي للتعاون لعام 2022. سينشأ 213 كيلومتر من السكك الحديد في الصين، و260 كيلومتر منها في قرغيزستان، و50 كيلومتر منها في أوزبكستان. وتبلغ تكلفة المشروع 4.5 مليارات دولار. إن خط السكك الحديد الذي سيربط ميناء السكك الحديد في مدينة كاشغار الصينية بشبكة السكك الحديد الأوزبكستانية في مدينة أنديجان مرورا عبر أراضي قرغيزستان سيمتد إلى البحار وسيربط بالممر الأوسط، ومن خلاله سينشأ ممرا جديدا بين الصين وآسيا المركزية وأوروبا وبلدان الخليج. خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، لكنه لم يعطي أي تلميحات بشأن خطوته التالية نظرا لتزايد حالة الغموض التي تكتفي بمسار التضخم بعد تباطؤ حاد العام الماضي. وخفض المركز الأوروبي الفائدة القياسية على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.75% لينضم بذلك إلى البنوك المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا التي بدأت التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي اضطرت لتبنيها للسيطرة على التضخم بعد جائحة كورونا. وينظر القرار على أنه بداية لدوره من التيسير النقدي، ولكن ضغوط الأسعار تلقي بظلالها على التوقعات، وقد تجبر البنك المركزي في المنطقة اليورو على الانتظار لأشهر قبل تخفيض الفائدة مرة أخرى. مشاهدينا، ختام نشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. تنظيم أنشطة تشجير بمناسبة يوم الشهداء. شباب الجبهة في واو بجنوب السودان يعقدون مؤتمرهم الأول. اختتام مهرجان طلاب كلية التجارة والعلوم الاجتماعية. الصومال و4 دول تفوز بعضوية مجلس الأمن. الاتفاق على مشروع السكك الحديد بين الصين وقرغيزستان وأوزبكستان. والبنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات. انتهت النشرة، إلى اللقاء.